تخيل تصحى الصبح تفتح موبايلك تلاقي صورتك انت شخصيا معروضة للبيع في مزاد. صدمة صح؟ انا عارف، انا عشت ده. بس الاغرب والاكتر رعب انك هتلاقي نفسك كمان البايع. انا عارف انك بتحس انك لوحدك دلوقتي وحاسس ان انت في امان، بس صدقني الامان ده وهم. انا عشت نفس الوهم ده. دخلت مكان ولقيت نفسي معروض ليك ولغيرك. والمزاد ما بدأش من اللينك اللي بعتهولي، المزاد بدأ من أول مرة فتحت فيها عيني على الدنيا دي. لسه متأكد إنك مش جزء من الكود؟ أهلا بيك في كوابيس. أنا عمري ما كنت بخاف من الإنترنت، بالعكس كنت دايما حاسس إنه أكتر مكان آمن ليا، مكان ببقى فيه لوحدي، محدش يعرفني، أتنقل من الصفحة للتانية، أدخل جروبات وسيرفرات وأقفل وأنا مطمن. كنت بعتبره ملجأ وملاذ من الواقع اللي ساعات بيبقى خانقة. من خلال النت بقدر أكون أي حد أو محدش خالص. بس اللي حصل لي من سنتين علمني إن الإنترنت ممكن يبقى أخطر من أي شارع ضلمة في نص الليل، وعلمني إن مش كل باب بيتفتح بيتقفل، خصوصا لو الباب ده بيفتح على عالم أنت عمرك ما هتفهم قواعده. أنا شاب في العشرينات، كنت بشتغل في سايبر صغير في وسط البلد. سايبر قديم كده، في ريحة سجاير قديمة وبواقي قهوة. الزباين بتوعنا كانوا من كل صنف، من أول الطلبة اللي بتذاكر ومش لاقية نت في البيت لحد الناس اللي داخلة تتفرج على اللي ما يتشافش. بيستخدموا أجهزة مش عايزة تسجل أي تاريخ بحث، وأنا كنت في النص، وأنا شخص فضولي أكتر من اللازم. كنت بشوف حاجات كتير وبسمع أكتر. ساعات كنت بفتح حاجات غريبة من غير ما أقصد، بس كنت فاكر إني في أمان. كان في واحد صاحبي شغال في سايبر تاني قريب مننا اسمه جيمي. جيمي ده كان غريب، دايما ساكت وعينيه دايما فيها حاجة مش مفهومة، كأنه شايف حاجات محدش غيره شايفها. كان هادي زيادة عن اللزوم، ونادر جدا لما بيبتسم في يوم. وهو بيشرب القهوة بتاعته عندي بصلي بنظرة غريبة وقال لي: عمرك دخلت الوايت اونيون؟ قلت له باستغراب: ايه ده؟ ده موقع عمري ما سمعت عنه. رد عليا وهو بيضحك ضحكة خفيفة ما سمعتهاش قبل كده. قال لي: لا، دي بوابة، بس مش أي حد يعرف يفتحها. دي مش جوجل ولا يوتيوب ولا أي حاجة من اللي أنت بتفتحها دي، لازم لينك خاص ودعوة. سكت شوية كده كأنه بيوزن كلامه، وبعدين كمل وقال: اللي بيدخلها بيشوف، بس ساعات بيتشاف. من هنا بدأت الحكاية. كلامه فضل يدور في دماغي. بوابة مش أي حد يعرف يفتحها؟ فضولي كان بيقتلني. حاولت أسأله تاني بس غير الموضوع. في الأول كنت فاكرها هزار أو نوع من أنواع النصب الإلكتروني، بس بعدها بأسبوع وأنا بفتح إيميلي القديم اللي كنت بستخدمه للحاجات الغريبة، لقيت إيميل جايلي من حساب كله أرقام وحروف. الإيميل نفسه ما كانش فيه أي تكست، بس كان فيه نوت باد فيها لينك واحد بس، واللينك ده كان بينتهي بأونيون. اللحظة دي حسيت بالبرد بيجري في عروقي. هو ده بقى اللي كان بيتكلم عليه جيمي؟ هي دي البوابة؟ فضلت متردد كتير قوي، قلبي كان بيدق بسرعة، بس الفضول، اللعنة دي كانت أقوى من أي خوف. فتحت اللينك من خلال تور براوزرز، ده اللي كنا بنخش بيه من الدارك ويب. والصفحة فتحت بسرعة غريبة، كانت سودة تماما وفيها كلمة واحدة: We see you، يعني نحن نراك، مكتوبة بالأبيض بخط غريب كأنها بتتحرك، وتحتها زرار واحد مكتوب عليه مزادات. قلبي دق 1000 دقة، صوت ضربات قلبي كانت أعلى من أي صوت في أوضتي. بس فضولي زي ما يكون كيان تاني جوايا كان أقوى من أي حاجة. أول ما دوست طلعت لي الصفحة اللي بعدها، كانت مليانة صور لناس عاديين جدا، رجالة ستات أطفال، وكل صورة كان جنبها كود وعنوان بلد: القاهرة، اسكندرية، دبي، لندن، وبيانات بسيطة بقى زي الطول، الوزن، الحالة الصحية، آخر ظهور أونلاين. أنا اتجمدت مكاني. الصور مش صور ستوك ولا حاجات من على النت، لا، دي صور كأنها متصورة من كاميرات مراقبة حقيقية أو من موبايلات، بس من زوايا غريبة. وفي منهم صور كان واضح قوي إنها متصورة وهي الناس نايمة أو بتاكل أو بتتصرف بطبيعتها. بس لحظة، أنا عارف الوش ده. الصورة رقم 28
كانت لبنت ساكنة في نفس الشارع عندي اسمها هدى. شفتها امبارح كانت في السوبر ماركت بتشتري عيش. أنا قلبي وقع في رجلي. فتحت صورة تانية وكانت لولد صغير ورا منه دولاب مفتوح، والدولاب ده شبه دولاب أنا بالظبط، نفس اللون نفس التقفيل نفس كل حاجة، هو دولابي. الرعب مسكني وجسمي بدأ يتجمد. رجعت لورا بسرعة وقمت أقفل اللاب، بس قبل ما أقفله في حاجة شدتني. لقيت زرار فوق مكتوب عليه بس مباشر، وطبعا كالعادة فضولي شدني ودوست وفتحت لايف. فتحت أول كاميرا، أنا وقفت ودماغي وقفت معاها. اللي ظهر قدامي كان أوضتي بالظبط، السرير المروحة الكرسي المكتب كل حاجة في الأوضة. وأنا كنت قاعد على السرير واللف في حجري وبتفرج على نفسي لايف. رميت اللاب على الأرض وقمت مفزوع. بصيت ورايا في كل ركن في الأوضة بس مفيش كاميرا. قلبت الأوضة من فوق لتحت، رفعت المخدات، شفت تحت السرير، بصيت في الدولاب، مفيش أي حاجة، لا فتحة ولا سلك ولا لمبة حمراء، كأن الكاميرا دي شفافة. رجعت لللاب، الشاشة لسه مفتوحة، الصورة لايف، وأنا بتحرك في الأوضة الصورة بتتحرك معايا بالملي. لما وقفت الصورة وقفت، لما بصيت للكاميرا حسيت إنها بتبصلي. طلعت بره الأوضة وقلت أطفي النت. أول ما دخلت على الواي فاي فصلته، الشاشة اسودت وظهر في الفيديو كلمة واحدة منورة زي النار في الضلمة: لقد تم إدراجك الآن، You are now listed. وبعديها جالي إيميل جديد من غير عنوان بس فيه صورة، والصورة دي كانت صورتي وأنا نايم، وتحتيها كان مكتوب كل البيانات زي البيانات اللي كانت مكتوبة على الصور اللي قبل كده، اللي هو الطول، الوزن، العنوان، وكان فيها كل تفاصيل حياتي. ومكتوب تحت: المزايدة تبدأ الآن. أنا كنت مرعوب، حاولت أكسر اللاب، جبته عشان أخبطه في الأرض بس اللاب فصل لوحده قبل ما أقدر أعمل أي حاجة. نمت بالعافية في اليوم ده، نمت غصب عني من الإرهاق والتعب، وصحيت على موبايلي بيرن. والغريبة إن اللي كان بيرن عليا كان اسم غير معروف، يعني اسم مش متسجل ولا الرقم باين، والرنة كان صوتها غريب غير رنة موبايلي، زي صوت تشويش أو صفارة إنذار عالية ومتقطعة. رديت لكن ما كانش فيه صوت، سكوت تام، كأن الخط قطع. عمال أقول ألو ألو، محدش بيرد عليا. بعدها بدقيقة لقيت فيديو اتبعتلي على الواتساب. فتحت الفيديو، والفيديو كان فيه شخص واقف في اوضتي لابس كله اسود في اسود ومفيهوش وش، مجرد ظل متحرك بس بيشاور على السرير وبيكتب على الحيطة بكشاف حراري: سولد، يعني متباع. قعدت صرخت بكل صوتي، نزلت من البيت جري، فضلت اجري في الشارع زي المجنون لحد ما وصلت عند جيمي صاحبي. خبطت على بابه زي اللي بيتجنن: افتح لي، وهو بيبصلي بهدوء غريب. حكيت له كل حاجة من الألف للياء، وهو بكل برود بيرد عليا كأنه بيحكي لي عن طقس يومي. وقال لي: اللي دخل ما بيخرجش، انت مش أول واحد، أنا كنت قبلك بس أنا لسه ما شفت صورتي لحد دلوقتي. قلت له: وأنا مش قادر أخد نفسي، يعني أنت كنت السبب؟ أنت اللي بعتلي اللينك؟ قال لي: أنا بس كنت البوابة، والبوابة ما بتقدرش تتقفل من ناحيتي، هي بس بتتفتح. وبصلي بنفس العين الباردة اللي شفتها أول مرة. رجعت بيتي لقيت كل حاجة طبيعية، مفيش أي كتاب على الحيطة، مفيش أي حاجة في الأوضة غير اللي أنا سبته، كأن الكابوس ده كله ما حصلش. بس من يومها كل أسبوع بيجيلي صورة جديدة، صورة لحد نايم في مكان أعرفه. مرة كانت جارتي، مرة كان زميلي في الشغل، مرة كان طفل، وفي كل صورة مكتوب فوق: نيكست لوت، القطعة القادمة للمزاد. وفي مرة لقيت صورة لواحدة صاحبتي قريبة مني قوي، ويومها اتجننت بجد. رحت القسم وعملت محضر وحكيت كل اللي حصل للظابط، بس للأسف محدش صدقني، والظابط ما صدقنيش وبصلي كده، حس ان انا كنت بحور عليه، وقال لي: انت جاي تبلغ عن موقع مش موجود؟ ايه الدارك ويب ده؟ دي خزعبلات يا ابني، احنا ما نقدرش نعمل اي حاجة، احنا ما نقدرش نعمل حاجة غير ان لو في جريمة حقيقية. الصور دي ممكن تكون فوتوشوب. كل حاجة حاولت اعملها فشلت، غيرت شقتي، تليفوني، حتى شكلي غيرته عشان محدش يعرفني، بس الصور لسه بتوصل، صور الناس دول وهم بيتنقلوا من قطعة معروضة لقطعة مباعة. بس مؤخرا الصورة اللي وصلت لي
كانت غريبة أكتر من أي حاجة فاتت. صورتين، واحدة ليا وأنا نايم زي أول صورة وصلت لي، والتانية لشخص واقف فوق راسي ماسك الموبايل وبيصورني وأنا نايم. بس اللي في الصورة هو أنا اللي كنت بصور، أنا اللي واقف فوقي، أنا اللي في المزاد، وأنا اللي بتفرج. بدأت ألاحظ حاجة أغرب، كل ما توصل صورة جديدة لحد معروض يحصل حادثة غريبة في الشارع اللي أنا ساكن فيه، ولما تتبع الناس اللي في الصور بلاقيهم اختفوا كأنهم اتبخروا من الوجود. لحد ما في يوم وأنا في المترو كنت حاسس إن في عيون بتراقبني. الست اللي قدامي اللي ملامحها كانت باهتة كأنها مش حقيقية بصت لي فجأة وقالت لي بصوت واطي جدا، صوت زي الهمس بس سمعته بوضوح: انت اتأخرت، العارضين مستنيينك. انا معرفهاش وعمري ما شفتها قبل كده في حياتي. قمت من مكاني زي المجنون وجريت جري لحد ما رجعت البيت. لقيت على باب الشقة ظرف صغير جواه فلاشة سودا من غير كلام. شغلتها على كمبيوتر قديم كنت راميه في الدولاب. لقيت نفسي مربوط على كرسي في أوضة ضلمة وناس حواليا كلهم لابسين اسود في اسود ووشهم مش باين كأنهم أشباح سودا، وبيتكلموا بصوت غريب وبيتكلموا كلهم بصوت واحد كأن شخص واحد بس اللي بيتكلم. صوت بيتردد في الأوضة كلها بيقولوا لي: دي التجربة النهائية يا إكس، هنا أنت لو هربت هتفضل تتفرج على حياتك وهي بتتباع حتة حتة، ولو قبلت هتبعت صورتك للكل وهتنضم لينا. من يومها لا بقيت أنام ولا بقيت أرتاح. كل يوم صوتي بيتغير، ملامحي بتتبدل، والناس بقت بتبصلي كأنها مش شايفاني، كأني بقيت شفاف. وفي يوم بفتح فيسبوك لقيت نفسي لايف قدام آلاف من الناس بيتفرجوا عليا وأنا نايم، وبقيت أنا المعروض في المزاد، وبقيت أنا البايع. الدارك ويب مش محتاج تور عشان توصله، ممكن يكون في موبايلك دلوقتي. قول لي انت لو مكاني كان زمانك هتبقى عامل ايه دلوقتي؟ طيب ما تنساش لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واكتر حد هيعمل شير هيطلع معايا بطل في الحلقة اللي جاية. مستني الدعم من كل اخواتي وحبايب قلبي عشان خاطر نوصل ل1000 مشترك، ده حلمنا دلوقتي يا عفاريت. مستني الشير من كل الناس ومستني الدعم من كل اخواتي. لايك، شير، سبسكرايب، فعل زرار الجرس. انا اكس ودي كوابيس اكس.